بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه استروبيا. النهارده جاي هشرح لكم او هوريكم على مشترك انا جبته وجربته بقالي فتره وعجبني جدا. اسمه اي لوك. تمام. اي لوك ده في منه انواع كتير، لكن انا اخترت النوع ده بيبقى فيه فيشتين اللي هم الفيشتين الكبار دول وفيشتين ثلاثيه. طيب لما نيجي نشتري مشترك اهم حاجه نعرف قدرته قد ايه، يعني المشترك ده هيقدر يشغل معانا كام جهاز. طب هنعرفه منين؟ لو بصينا كده في الظهر هنلاقي باين هنا ان هو مكتوب 16 امبير. تمام. اللي هو ده المشترك اللي هو القوي ده 16 امبير، والمشترك الثلاثي 13 امبير. تمام. طيب احنا هنشغل عليه ايه؟ لازم نعرف المشترك اللي احنا جبناه ده احنا هنشغل عليه ايه. انا جايبه هنا في الكوفي كورنر ده عشان هشغل عليه كاتل وهشغل عليه مكنه القهوه. تمام. طيب هل اعرف ده مناسب ليهم ولا لا، واقدر اشغل معاه اجهزه ثانيه ولا لا؟ هعرف ازاي؟ من طريق ان انا في اي جهاز كده هاجي هنا هنلاقي مكتوب في الجهاز ان الجهاز ده تقريبا من 400 ل 480 واط. تمام. وهو 220 فولت. بقسم الواط على الفولت يطلع لي حوالي تقريبا 2 امبير. يبقى ده كده هيستهلك من المشترك 2 امبير. المشترك عندي 16 امبير. تمام. طيب هنا هلاقي ان من 1800 ل 2150 واط، والفولت برضو عندنا احنا 220. يبقى هنقسم الواط على الفولت هنعرف ده كام امبير، وبالتالي هنقدر نتعرف على قدرة الاجهزة اللي احنا هنشغلها على المشترك مناسبة ولا لا للمشترك اللي احنا شاريينه. عشان في بعض الناس بتشتري مشتركات وبعد لما يحط عليه كذا جهاز يلاقي المشترك ضرب، المشترك فرقع. فده ليه؟ عشان المشترك ما بيبقاش مناسب لقدرة الاجهزة اللي بتشتغل عليه. تمام. انا بس حبيت اعرفكم على المشترك ده وان انا مشغله بقالي فترة والحقيقة ممتاز جدا جدا جدا. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.